خلّيني أشارك معاكم سيستم لطيف كده إحنا عاملينه عشان نتابع بيه التقارير بتاعة الناس اللي مشتركة معانا في أي تدريب لايف. فده بيكون عبارة عن إيه، بيكون عبارة عن إن كل متدرب بيبقى ليه account بيدخل بيه على السيستم ده، ومن خلال السيستم ده بنبدأ بقى نحط كل المعايير اللي إحنا محتاجينها، والمتدرب ده بنعرف منه هو خلّص كام تاسك، ما خلّصش أنهي تاسك. لو أنت خدت 5 تاسكات فخلّصت منهم قد إيه، خلّصت 2 من 5 والّا 3 من 5 والّا خلّصت 100%. وده بيدّينا progress عام لكل الناس وprogress خاص لكل متدرب على حدة، وده بيخلّينا بصراحة نmanage الأمور بشكل حلو جدًا. أنت المتدرب أو المدرب بيحط الtask، بيوصل notification للمتدرب، والمتدرب ده بيقدر يشوف والله إحنا الtask دي هي عبارة عن إيه ويبدأ يشتغل عليها. وهنا بتقدر تدخل كمان وتشوف التاسكات بتاعتك والحاجات اللي الناس خلّصتها. تدخل هنا مثلًا يلاقيه خلّص دول، لسه ما خلّصش الحاجات الباقية. مثلًا تيجي هنا تلاقي مثلًا إن هو خلّص كُلّه 100%، تم الانتهاء كل حاجة، وكمان بيعمل إرفاق لملفات. سواء الملف ده اكسل، خلّص جزء التاسك دي على الاكسل، خلّص التاسك دي على الباور بي اي، خلّص التاسك دي في أي ملف من الملفات بيعمل له إرفاق أو صورة أو أي حاجة. ممكن يحط لينك، ممكن يحط جزء خاص ب تعليق زي ما هو مثلًا معلّق هنا. يعني في حاجات كتير جدًا. فدي بصراحة برضه من الحاجات اللي بتدّينا إحنا انطباع عن كل واحد هو خلّص إيه وما خلّصش إيه. باقي له إيه، وبنبدأ بقى نتواصل مع كل واحد من الناس دي. والsystem ده بيكون فيه 3 rules، يا إما أنت مدرب، يا إما أنت متدرب، يا إما أنت moderator. فده بيبقى برضه من الaccess بتاعة الusers، وده بصراحة من الحاجات اللي مسهّلة علينا كتير جدًا في متابعة الناس. طبعًا الحاجات دي كلّها تاسكات لسه جديدة، فالناس لسه يعني ما خلّصتش كل حاجة. بس يعني الحمد لله ده من الحاجات اللي بصراحة مديانا إحنا ميزة عن باقي الناس، إن أنت بتقدر تmanage الناس دي. وخلّي بالك إن من الfeedback اللي جات على الsystem ده، إن الناس شافت إنه بيحُط عليهم التزام. أنت عندك task مكتوب قصادها لم يتم الانتهاء، أنت دورك تخلّيها تم الانتهاء، فبتجتهد وبتسعى في إن أنت تخلّص اللي وراك عشان فعلًا تطلع إن أنت تكون الprogress بتاعك 100%. ما فيش حد طبعًا بيبقى يرضى إن هو يكون الprogress بتاعه مش 100%. وده في حد ذاته بيحُط نَفْسك أو بيحُطّك أنت تحت معيار مهم جدًا، وهو التقصير جاي منين؟ يعني هل التقصير من المُدرِّب والّا التقصير منّي؟ هل التقصير من الmoderator الشخص اللي بيتابع معانا والّا الشخص يعني فين المشكلة، فاهم؟ هنا بنقدر من الsystem ده نحدد فين المشكلة. أنت معاك task ما عملتهاش، مش عارف تعملها، تعالَ نعملها مع بعض، أو تعالَ نساعدك إزاي تعملها، أو لو أنت مش فاهم تعالَ نفهّمك تاني إزاي الtask دي ممكن نحلّها أو هكذا. ارجع للفيديوهات المسجّلة اللي إحنا بنعملها بتاعة كل محاضرة عشان تشوف والله أنت تقدر تعمل إيه، أو الtask دي تتعمل إزاي. لقيت الدنيا صعبة في الآخر، تعالَ قُل أنا مش عارف أعمل ده، بس المهم إن أنت تعرف تعملها وتوصل في الآخر إنّك تقول تمام الدنيا كده تمام بالنسبة لي، وتوصل للprogress بتاعك 100%. بس، فهي دي يعني نظرة عامة كده على الsystem ده. بصراحة من الsystems اللي بتريحني أنا شخصيًا في حاجات كتير أوي، أشوف مين خلّص ومين ما خلّصش وبعدين نتابع معاهم واحد، واحد. فدي بصراحة من الحاجات اللي بصراحة يعني مريحاني، ومريحة الteam معايا كمان في جزئية الmoderators، والناس تشوف التطور وتتابع. وفي تقييمات طبعًا، أنت خلّصت الtask في تقييمات، وفي تقييم progress في نهاية التدريب، والمدرب بيقول أنت الprogress بتاعك إيه والfeedback بتاعه، ويوصل لك notification بكده. فوق خالص هنا هتلاقي في notifications، فالnotifications دي تقول لك إن في task جديدة، إن في تقييم، إن في كذا. فدي برضه من الحاجات المهمة جدًا الصراحة. فيعني أتمنى إن هي تكون مفيدة لكل الناس، ولو حد يعني حابب إن هو يشترك معانا في التدريبات، ده link أو ده رقم الواتساب لو أنت حابب إن أنت تتواصل عليه، وده link المنصة بتاعتنا لو أنت حابب إن أنت تدخل تشوف الكورسات المسجلة أو الكورسات التفاعلية بتاعتنا. أشوفكم على خير، سلام.